مروان حامد المخرج الوحيد في مصر اللي مش هتلاقي عنده فيلم وحش، كل افلامه تحف فنيه. منذ الفيلم الاول وهو متميز، لان فيلمه الاول هو عمارة يعقوبيان، واحد من افضل الافلام في تاريخ السينما المصريه، وفي بعض القوائم هو الافضل على الاطلاق. سمعني قصص وحكايات. في بدايه الالفينات كان في روايه مكسره الدنيا كان اسمها عمارة يعقوبيان للكاتب علاء الاسواني. قالوا هيحولوها الفيلم، والفيلم هيبقى من بطوله نور الشريف وعادل امام في فيلم واحد، ونجوم من الصف الاول والثاني والثالث، ونجوم اول مره نشوفهم. طبعا هم دلوقتي صف اول كلهم ما شاء الله، لكن ساعتها ما كانش حد يعرفهم اساسا. فلازم عشان الفيلم كبير لازم يجيبوا مخرج كبير. يا ترى هيجيبوا مين؟ شريف عرفة، امير سعد، داوود عبد السيد، محمد خان. كان في الحقيقه اختاروا مخرج عنده 27 سنه وما عملش افلام طويله في حياته، كل افلامه قصيره. والغريب على ما اعتقد انه لو كان مع مخرج اكبر من مروان حامد ما كانش عارف يعمله اساسا، لان طبعا مروان حامد هو اللي منجح الفيلم. وشاء القدر ان تجربته السينمائيه الاولى تبقى عمارة يعقوبيان. الروايه زي الفيلم، كل الشخصيات الفيلم منحله اخلاقيا. قال لهم قوات، عماره تجسيد للطبقيه فيها الغني والفقير، وسيله بتجمع الابطال ولما بيطلعوا منها بنمشي معهم في حكاياتهم. والفيلم ناقش كل القضايا الشائكه اللي في المجتمع المصري، وهي عنف، شذوذ، ارهاب، جواز متعه، التحرش ببنات الطبقه الفقيره من اصحاب المصانع والمحلات. قدم لنا تحفه تاني وهي ابراهيم الابيض، دم وجنازير وقتل ومخدرات. لكن عايز اصدمك ان الفيلم ابراهيم الابيض هو قصه حب شكسبيريه عاديه، القصه الاشهر في التاريخ، روميو وجولييت، لكن في عشوائيات مصر القديمه. فيلم ابراهيم الابيض اول فيلم يخلي البلطجي بطل، يعني قبليه كنا بنشوف البلطجي هو اللي بيرخم على البطل او حتى بيثبته، لكن زي ما قلت لك الفيلم مش عن البلطجه اطلاقا. والفيلم عايش مع الناس لحد دلوقتي، خصوصا كلام عشري اللي بتلاقيه في كل حته في الانترنت. الفيلم تقريبا ما فيهوش عيب، وقدم لنا شخصيات عظيمه زي عبد الملك زرزور وعشري وحوريه. عامل الفيلم الوحيد موجة افلام البلطجيه اللي جت بعديه، لكن الافلام دي ما عاشتش. يعني انت فاكر حوار مثلا من فيلم عبده موته ولا فيلم الالماني؟ مستحيل. انت طبعا فاكر الكلام اللي بيتبروز اللي في فيلم ابراهيم الابيض. والفيلم عمل نقله في افلام الاكشن المصريه. ولو هنتكلم عن نقلات هنتكلم على الفيلم اللي بعده، هو الفيل الازرق. ونرجع تاني لعالم الروايات، لكن المره اللي فاتت كان فيلم واقعي زياده عن اللزوم، ممكن تقرا اخباره في الجرايد اللي هو عمارة يعقوبيان. لكن الفيلم ده فانتازيا ورعب، بتمشي في رحله مع طبيب نفساني هربان من عيشته اساسا وقرفان من الدنيا بعد ما مراته وابنه ماتوا في حادثه عربيه كان هو اللي سايقها. فيلم الفيل الازرق ما تسوقش على انه فيلم رعب، كان كل داخل السينما مش عارف انه فيلم رعب، وكانت خدعه كبرى. ده غير ان بطل الفيلم كريم عبد العزيز اللي طول عمره بيعمل افلام كوميديه، عمرك ما تتوقع انه يعمل فيلم رعب. كنا لسه ما نعرفش ان كريم عبد العزيز عنده مواهب دفينه. ولو هنتكلم على مميزات الفيل الازرق، يمكن لو ما كانش موجود الفيل الازرق ما كناش شفنا فيلم زي 122. طبعا انت مستنيين اذكر افلام رعب تاني غير 122؟ ده فيلم مش ده افلام زباله. والسي جي اي المدهش اللي كان في فيلم الفيل الازرق. لحد دلوقتي هو فتح لنا بابين، باب افلام الاكشن الاحترافيه وباب افلام الرعب والفانتازيا. وفي 2017 بيرجع لنا في فيلم الاصليين. فيلم الاصليين حسسنا بشوف فيلم ليوسف شاهين، فيلم فلسفي ومش كل الناس هتفهمه، وعلشان كده الفيلم اتعرض لهجوم شديد من اصحاب العقول المفلسه والفلاحين فكريا. وكفايه كده على الاصليين لان انا اتعرض لهجوم شديد بعد الحلقه دي، من نفس فلاحين الفكر انا قلت لك عليهم. سمعني قصص وحكايات. وبعد كده فيلم المفضل لمروان حامد، تراب الماس. الفيلم اللي برضه كان عليه هجوم شديد، لكن المره دي ما كانش جاي من فلاحين الفكر اللي قلت لك عليهم، المره دي جاي من قارئين الروايه. تراب الماس روايه ضخمه جدا، عشان تتعمل لك فيلم صعب، ما الفيلم وقع احداث كتير من الروايه ووقع شخصيات، لكن الفيلم كفيلم بعيدا عن الروايه فهو فيلم حلو جدا. والفيلم بيتكلم عن قاتل متسلسل بدرجه هلويديه، وقاتلنا المتسلسل بيموت في ظروف غامضه وبيحل مكانه ابنه طه الزهار. المشكله في شخصيه طه الزهار انه الوحيده اللي في السينما المصريه اللي تحسها ثلاثيه الابعاد. طريقه بناء الشخصيه عظيم جدا. الكاتب احمد مراد في كتاب القتل للمبتدئين، الكتاب اللي بيعلم كتابه السيناريو، كان فكره تراب الماس ماذا لو اختفت العداله وبقينا عايشين في غابه، وازاي لكل شخصيه حيوان بيمثله، زي طه بيمثله الثعلب والسرفيس بيمثله الدب. وخلينا نرجع للاخراج، الاخراج كان مدهش. لو ما شفتش تراب الماس فانت فايتك كتير جدا. الروايه او الفيلم الاثنين احلى من بعض. بعد كده قدم لنا فيلم الفيل الازرق 2. انا مش عايز اكرر اللي انا قلته في الجزء الاول، الاثنين زي بعض. اللي تفرق المره دي الفيلم بيجي فيه فلوس اكتر، ما بيجي بيصرف اكتر. واخر فيلم كان كيرة والجن المقتبس عن روايه 1919 للكاتب احمد مراد. الفيلم ده انا كنت بنسى ان انا بتفرج على فيلم مصري، ودي طبعا حاجه عمرها ما حصلت معايا بسبب الدقه في تنفيذ المشاهد الغريبه، الحاجات اللي مش نمطيه. يعني مش شخصيه جايه عشان تتضرب، يعني دايما شخصيه الانجليزي جايه عشان يتضرب والمقاومه تعلم عليه. والقصه بتدور في ساقي، قصدي بتدور في 1919 عن المقاومه المصريه اللي بتتمثل في ابطالنا دوله فهمي وكيرة والجن. ثلاث ارباع الفيلم الاولاني رائع، لكن اخر ربع في الفيلم كان غريب شويه. شخصيات تموت بسرعه باقل مجهود، وشخصيات تتضرب بالنار وتكمل وتعيش. اغلب اللي شافوا الفيلم النهايه ما عجبتهمش منهم بصراحه، لكن مش اسوء نهايه في العالم يعني. وما يزال كيرة والجن فيلم عظيم. جاوبنا على سؤال ليه بنحب مروان حامد.
سلام. سمعني قصص وحكايات.